بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اهلا بيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين. في الفيديو ده ان شاء الله انا هعمل الحلبة المنبتة. يلا بينا نبدأ على بركة الله ونعملها سوا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنا هعملها في البطرمانات الازاز. بضيف معلقتين كبار في البطرمان بالشكل ده كده. بسم الله. وبملى عليه المية. انا قلت اجربها كده في البطرمانات اشوفها تبقى عاملة ازاي. البطرمان التاني احط فيه معلقتين برضو كبار مليانين، معلقتين كبار مليانين بالمعلقة بتاعة الاكل. املى عليهم المية بس كده، واغطيهم واسيبهم لمدة 8 ساعات، يعني من 6 ساعات ل 8 ساعات. علشان ايه؟ علشان احنا بنعمل كده عملية نقع للحبوب، بنعمل عملية نقع للبذور نفسها زي ما بننقع الفول النابت كده. بس فانا هغطيهم بقى بغطاهم واسيبهم كده. احنا دلوقتي الساعة 1 الظهر، هسيبهم لحد بالليل. وبالليل هبدأ بقى ايه؟ اصفي المية منها. طبعا الشوية اللي فاضلين دول انا مش هرميهم ولا حاجة، انا هصفيهم واحطهم على فرطة نضيفة كده ينشفوا، ونخليهم بقى ايه في البيت احتياطي كده. وده كده البطرمانات اهي بعد ما نقعت الحبوب ديت لحد الساعة 8 بالليل. صفيتهم من المية، صفيت المية منهم. وهبدأ بقى ايه؟ طبعا كنت مغطية البطرمانات بغطاها وشلت الغطا. هبدأ بقى اغطيها بحاجة تاني اللي هي القماشة دي، زي ما انتوا شايفين كده. القماشة دي خفيفة خالص علشان تدي تهوية للحبوب. البذور من جوه لازم تتنفس. فانا حطيت القماشة دي خفيفة خالص كده وغطيتها وقفلت عليها بالاستك كده زي ما انتوا شايفين. تمام. هعمل بقى البطرمان التاني. طبعا انت لو حابة تعمليها في مصفى زي الفل مفيش مشكلة. هي لازم تبقى في حاجة مخرمة، تشيل المية الزيادة، علشان المية ما تفضلش فيها فترة طويلة، علشان البذور ما تعفنش. فانا طبعا هكفيهم بقى كده الناحية التانية اهو، على الوش كده ناحية القماشة، عشان يصفوا المية اللي هي زيادة بقى. اهي شايفين في الصينية عاملة ازاي؟ دي شكلها هي في اول يوم، وده شكلها تاني يوم اهو. وده شكل الحلبة هي بعد مرور 3 ايام كاملين، والنهاردة اليوم الرابع. شايفين ما شاء الله المعلقتين مالوا البطرمان ازاي؟ اهي. هنشوفها بقى سوا كده مع بعض. طبعا القماشة ديت اخدت لون كده اصفر من المية بتاعت الحلبة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنفضيها في الطبق بقى ونشوفها سوا مع بعض. بسم الله. ما شاء الله حلو. اعملي الحلبة المنبتة بالطريقة دي هتعجبك قوي. طبعا بيعملوها في الأعياد وشم النسيم. شم النسيم على الأبواب، كل سنة وانتم طيبين. واعملوها في شم النسيم بقى مع الترمس والحمص والملانة. وبالهنا والشفا لكل اللي هياكل. بتتاكل بالشوكة بالطريقة دي كده زي ما انتم شايفين اهي. بناكلها بالشكل ده. شايفين شكلها عامل ازاي؟ ما شاء الله حاجة كده فاخر من الآخر. بألف هنا والشفا لكل اللي هياكل. بتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. أشوفكم على خير الفيديو الجاي إن شاء الله.